بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العلي العظيم. بيان صادر عن مزارعي وفلاحي محافظة ديالى. نستنكر وبشدة حول ما صدر من قرارات مجحفة وغير مدروسة من قبل وزارة الموارد المائية مؤخرا حول هدر المياه المخزونة في بحيرة حمرين، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب والسقي. علما أن في سنة 2019 قامت وزارة الموارد المائية بإطلاقات كبيرة للمياه، مما تسبب بغرق أغلب البساتين والأراضي الزراعية والدور السكنية، وعلى أثرها خلفت خسائر كبيرة. وفي سنة 2021 قامت الوزارة أيضا بتفريغ مياه البحيرة، مما سبب في السنة التي تلتها حالة من الجفاف الواسعة وشح للمياه السقي والشرب وموت أغلب البساتين المثمرة، والتي تعتبر المصدر الرئيسي لأبناء المحافظة. ونحن اليوم نرى نفس الخطأ يتكرر مرة أخرى، لذلك نحذر من القدوم على هكذا خطوة غير مدروسة من قبل الوزارة. وبخلاف ذلك سوف نلجأ إلى استخدام حقنا الدستوري في التظاهر السلمي، وعلى نواب محافظة ديالى القيام بدورهم وترك الخلافات السياسية فيما بينهم، والمطالبة بالتعويضات التي حرم منها الفلاحين والمزارعين في محافظتنا من دون المحافظات التي تم تعويضها، والوقوف بوجه هكذا قرارات ظالمة وخاطئة بحق أبناء المحافظة. ولهذا نناشد السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم بالتدخل الفوري وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمعرفة ما وراء صدور هكذا قرارات تهدد حياة المواطنين في محافظة ديالى، المصادف يوم السبت 27/4/2024. والله ولي التوفيق. أخواني الأعزاء أبناء محافظة ديالى، المحافظة الوحيدة التي أمرها بيد السماء، يعني إذا مطرت علينا الدنيا إحنا عندنا مي بحمرين، ما مطرت علينا الدنيا نستجدي مي من دجلة. وهذا اللي حصل واللي شفته بعينكم، الأنبوب اللي قريب على منطقة الهويدر شبينات. أي إطلاقات مائية مهما تكن قليلة لا نرضى بها، وسنسد الشوارع ونتظاهر التظاهر السلمي ونذهب إلى الرجل الإيجابي. الرجل الإيجابي السيد رئيس الوزراء. احنا ثلاثة وزارات، الوزارة الأولى المعنية الزراعة، الثانية الموارد المائية، الثالثة التجارة. يغرق السوق كل سنة من بداية شهر 12 يغرق السوق بالمنتجات، بالفواكه والمنتجات الأجنبية. صاير المحافظة وبالضبط محافظة ديالى سوق لتصريف البضائع والفواكه للعالم. شوفوا هذا يمني وهذا سعودي وهذا مصري وهذا كذا، ولا انتباه من وزير الزراعة على الفلاحين. لا مكافحة، لا مبيد، لا أسمدة، وكأنه مدينة البرتقال تتحول إلى مدينة الخراب. وبجهودكم إن شاء الله، بجهود الخيرين، ما نقبل احنا أولادنا يموتون قدامنا. الشجرة ابن الله سبحانه وتعالى يخص هذه، يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. احنا عندنا زينة الحياة الدنيا المال، ومن ضمنها الأشجار اللي تعزل الإنسان. ولهذا إن شاء الله هاي الوقفة المباركة بهذا المكان المبارك، بهذا البيت المبارك، لا طائرة قالوا يوم 15، يعني هذا الكذب شنو؟ ينشرون على صفحتهم الرسمية وزارة الزراعة الطائرة راح تطير يوم 15/4، ولكن لا جدوى من الكلام ولا صحة للكلام. احنا مو نهدد، ولكن لنا وقفة معهم إن شاء الله في الشارع. سنقطع الطرق ونقطع الطريق على محافظة بغداد،
وعلى الشمال أيضا، ولكل حق حق إن شاء الله، والله الموفق وهو أرحم الراحمين. شكرا جزيلا.